يا مساء الانوار، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. خلصنا امتحانات وان شاء الله ربنا يجعلها سنه سعيده علينا يا رب وعليكم. شايفين الاكل وحلاوته ده بقى، الاكل لما يكون معمول بمزاج رايق، يعني انت خلاص ضمنت ان شاء الله ان عيالك هيخلصوا الامتحانات وهترتاحي شويه من مصاريف الدروس والمدرسه ومن كل حاجه ومن المذاكره اصلا. فبقى ايه، عايزه تبر على نفسك كده بحاجه كده حلوه شويه وحرشه. جبنا بقى ايه، لقيت امي بتكلمني في التليفون وتقول لي احنا هنعمل سمك فيليه. يا ست ما نجيب سمك عادي. قالت لي لا، عايزين سمك فيليه بقالنا كتير ما كلناهوش. يا ست الله يصلح حالك، نجيب سمك عادي ابدا. وطبعا كلمه ام فارس لازم تمشي. ما دام كلمه ام فارس لازم تمشي، يبقى لازم انت كمان انت وهي تدوسي لي لايك كده وتشتركي في القناه عشان يوصل لك كل جديد وربنا يكرمنا ويكرمك باذن الله. المهم جبنا بقى السمك دوت، تبلته بملح وفلفل اسمر وكمون والبهارات اللي عندك. بصي افتحي ضرفه البهارات دي فضيها، بس فضيها بالعقل يعني عشان البهارات غاليه، عشان ما ترجعيش تقولي ام سما خرب بيتي في التوابل. فضينا البهارات اللي عندنا وفص توم، واستاذ ابراهيم كان بيساعدني. شايفين يا اخواتي النبي عسل. هو دي الحلويات، دي الحلويات ابراهيم، ده الحلويات اللي في حياتي. بصوا بقى، هنقلب بقى السمك كله دوت في التتبيله وملح وبابريكا وكل زي ما قلت لك كده كل البهارات اللي عندك. وبعدين بقى نروح جايبين طبق حلو كده غويط، ونروح مزنين بقى في معلقتين 3 دقيق وعلى معلقتين 3 نشا. هتحط نشا ليه يا ام سما؟ عشان السمك دوت طري وهي مش ناقصه طريان، يعني السمك طري يبقى عايزين حاجه تمسكه كده وتسنده في الطاسه. حطينا الاتنين على بعض، وممكن تشعريهم بحبه ملح لو انت بقى زي حالتي كده ودلدقتي ملح كتير في السمك، فما تحطيش ملح عشان الدنيا ما تخربش معاكي. وطبعا البصل حمرناه وقشرنا، عملنا عليه بشرنا عليه جزرايه عشان خاطر ايه، يدي لون برتقالي كده يبقى حلو. وطبعا كلكم اساتذه في الرز ابو بصل يعني. بصوا بقى السمك قطعناه، وبعد ما نتبل شويه كده سيبي بقى ساعه ساعتين كده ترتاحي كده بتزن العيال وتعملي نفسك فنجان قهوه هادي كده. بما ان زي ما قلت لك مفيش مذاكره، فخلاص يعني انت ترتاحي منهم. حاولي توزعيهم في اي حته، ولو لقيتوا مكان توزعوا عيالكم خدوا عيالي. اهو هننزل بقى بالسمك كده في الدقيق بالنشا. بص مجرد ما بتطلعيه على طول، ما بتسيبوش في نفس الدقيقه عشان خاطر بيبل كده. انت خدي من الدقيق على طول على الطاسه عشان خاطر السمكه ما تبلش الدقيق، ما تشربش الدقيق بتاعها وتبقى طريه معاكي. زي ما قلت لك السمك ده مايع مايع مايعه السنين. هنروح بقى نازلين عليه بزيت سخن على طول، وتش اديله التشه الحلوه، واستني ياخد وش من الناحيه دي، وتروحي قلبيه كمان شويه على الناحيه التانية. شايفين الحلاوه؟ شامين الريحه؟ انا مش شامه حاجه، انتوا شامين ازاي؟ اهو قلبناه. بصوا السمكه ماسكه نفسها، يعني عند ماما تحت ما كانتش ماسكه نفسها، بس مش عارفه ليه. يمكن عشان ربما ما حطيتش نشا على الدقيق، بس انا طلعت ناصحه عشان تعرفوا ان انا فركوكه. حطيت حبه دقيق وحبيت حبه نشا، ما استخسرتش. كتري كتري، ما تستخسريش في نفسك حاجه ولا في عيالك، حطي دقيق ونشا زي ما انت عايزه. اهو شايفين السمك وحلاوته؟ شكله حلو، شكله حلو. خلينا متفقين لحد دلوقتي كده ان السمك شكله حلو. ما تنجريش انت وهي ان السمك شكله حلو. اهو زي ما بقول لكم كشكل شكله حلو. بس بقى طبعا انتوا عارفين الناس اللي هي واخده على لغوصها وتمسك السمكيه تفصفصها كده وتطلع كل حته في حته كده. شايفين؟ مش هتقتنع بالسمك ده بصراحه ربنا، عشان ما اجي معاكم سكه ودغري. يعني انا اكلت السمك ده، بس يعني كنت اكلته عشان مضطره، لان عيالي كانوا برضو ما كانوش عايزين ياكلوه. فانا لو انا ما اكلتوش قدامهم هم طبعا مش هياكلوه، فانا كنت عامله الله ده جميل، ده انا كنت منبهره بيه قدامهم بصراحه ربنا. وطبق سلطه حرشه بقى كده. بصوا طبق سلطه ده من الاخر، اوه والله العظيم كان في الموضوع كله اصلا. طبق سلطه كده بقرن فلفل بحبه هريسه شطه، هيودوها في حته تانية. وادي السمك بتاعنا، رش عليه حبه جزر كده يعني حل الدنيا بتاعته. هو السمك طري طري كده ومايع يعني، بس اللي صدقوني عشاق السمك هياكلوا السمك البلطي عادي، سمك اي سمك البوري عادي، لكن السمك المايع دوت هتحسوا ان انتوا مالكوش فيه قوي. وطبعا لو انتوا ليكوا بتحبوه عرفوني، يعني يمكن انتوا بتعملوه بطريقه احلى من طريقتي، او يكون عندكم ماسك نفسه شويه. بصوا وادي حبه رص بصل بقى بجزر، ما اقولكوش كان من الاخر. هو ده اللي يتقال عليه فاخر من الاخر. بمناسبه بقى انكم خلصتوا امتحانات، يا ريت تعرفوني عيالكم خرجوا بعد الامتحان ولا انا عيالي بس لوحدهم، عشان انا الموضوع ده جايب لي المراره. يعني خروج بعد الامتحان احنا يعني ناقصين كع، ما احنا طول الامتحان بنكوع بنكوع بنكوع، جايين النهارده كمان. واللي يغزك بقى ان كل واحد فيهم تقول لك ايه، يا ماما النهارده اخر يوم في الامتحانات، سيبينا ايه، ما احنا سايبينكم قد كده يا جدعان. يلا بقى اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.